ليفربول يبكي. جماهير الريدز تنهار حزناً بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن الأنفيلد. بكلمات تدمع لها العيون، ودع محمد صلاح جماهير ليفربول بعد 9 مواسم قضاها في الأنفيلد، لتنفجر مشاعر الملايين من عشاق الريدز حول العالم في ليلة تحولت إلى عاصفة من الحزن والدموع والرسائل المؤثرة التي أثبتت أن الملك المصري لم يكن مجرد لاعب عابر، بل أسطورة خالدة في قلوب جماهير النادي الإنجليزي العريق. فور إعلان صلاح عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي رحيله بنهاية الموسم الحالي، انهالت آلاف الرسائل والتعليقات من مشجعي ليفربول في مختلف أنحاء العالم، تعبيراً عن حزنهم العميق لفراق أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، الذي سجل 255 هدفاً في 435 مباراة، محققاً 8 بطولات كبرى. جماهير ليفربول تنهار حزناً، لن ننساك يا ملك. رسائل عاطفية على وسائل التواصل. تصدر وسم صلاح أسطورة أو صلاح ليجند منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة وخارجها، حيث دون مشجعو ليفربول رسائل وداع مؤثرة. @LFC جوش: محمد صلاح لم يكن مجرد لاعب، كان مصدر إلهام، كان فرحة، كان الحلم الذي تحقق، ستبقى في قلوبنا للأبد. شكرا على كل شيء يا ملك. @Anfield Road 96: عندما جئت إلينا 2017 لم نكن نتخيل أنك ستصبح أسطورة. سجلت 255 هدفاً، لكن الأهم أنك سجلت نفسك في تاريخ هذا النادي. سنظل نحبك يا صلاح. ليفربول لاد: أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً في 5 مواسم متتالية، أول لاعب عربي يحقق كل هذا. لن ننسى احتفالك بسجودك، ولن ننسى ابتسامتك. نحبك يا ملك. ليفربول فانز وورلد: البكاء ليس ضعفاً، البكاء دليل على الحب. اليوم نبكي لأننا نفقد أسطورة. شكراً محمد صلاح على كل لحظة فرح أهديتها لنا. صور مؤثرة أمام الأنفيلد. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجماهير ليفربول وهم يقفون أمام ملعب أنفيلد حاملين لافتات كتب عليها: شكراً صلاح، You'll never walk alone. الملك المصري: حكاية لن تنتهي. 255 هدفاً، ذكريات لا تموت. كما ظهرت صور لمشجعين يضعون وشاح النادي حول تمثال بيل شانكي، مرفقا بوشاح مكتوب عليه صلاح ليجند. تصريحات مشجعين من داخل الأنفيلد. أجرت شبكة سكاي سبورتس مقابلات مع جماهير ليفربول أمام ملعب أنفيلد، حيث عبروا عن حزنهم العميق. جيمس، 42 عاماً، مشجع منذ الطفولة. شاهدت الكثير من الأساطير في ليفربول: دالغليش، جيرارد، سواريز، لكن صلاح كان مختلفاً، كان يجلب البهجة إلى قلوبنا. كنت آمل أن ينهي مسيرته هنا، لكنني أحترم قراره. سأحكي لأولادي عن صلاح يوماً ما. سارة، 28 عاماً: محمد صلاح لم يكن لاعباً فقط، كان جزءاً من عائلتنا. كنت أحضر المباريات لأراه. سأفتقد احتفالاته، سأفتقد ركلاته الحرة، سأفتقد ابتسامته. سنظل نحبه للأبد. أحمد، 35 عاماً، مشجع مصري مقيم في ليفربول. لا أستطيع وصف مشاعري، أنا مصري وأعيش في ليفربول. صلاح جمع بين وطني وناديه. عندما سجل هدفه في دوري الأبطال أمام توتنهام بكيت، واليوم أبكي أيضاً. شكراً صلاح على كل لحظة فرح.